السلام عليكم، يسعد اوقاتكم احلى عالم بالعالم. اليوم بدنا نعمل مع بعض ليالي الشام. ما شاء الله المنظر مبين شي فاخر على الاخر، والطعم اكيد شي ناهي. يا عيني يا عيني، الالوان بتاخد العقل. ما شاء الله حدوق واعطيكم الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين ولا اطيب من هيك. اول شي بدي احط 6 حبات بيض، ومن بعدها بدي احط ظرفين فانيليا مع ظرف برش البرتقال، وفيكن انتم بتبرشوا برتقال اذا مو متوفر عندكم. هلا بدي اضيف كاستين سكر، وبدي اخفقهم كتير منيح مع بعض. من اطيب واشهر الوصفات عنا بالشام، ليالي الشام ما في اطيب منها، لازم تجربوها ان شاء الله وبتدعوا لي. هلا بدي ضل عم بخفق ليصيروا بهذا القوام ويدوب السكر منيح. من بعدها حبايبي عندي 3 قوالب زبدة، كل قالب زبدة 125 جرام، المجموع 375 جرام من الزبدة، بيطلعوا تقريبا كاستين الا ربع. بدي نزل الزبدة وضل عم بخفق باستمرار. وهلأ بدي نزل 4 كاسات الا ربع طحين، كمان بيطلعوا 375 جرام. لازم ان شاء الله تجربوا الوصفة وبتدعوا لي لانه شي فاخر على الاخر. هلأ بعد ما نزلت الطحين بدي ارجع اخفق باستمرار. من بعد اذنكم يا اكابر تعملوا لي مشاركة للمقطع مشان يطلع عند اكبر عدد من المتابعين. هلأ بس صار عندي الخليط بهذا القوام، صار عنا الخليط جاهز. هلأ بدي اقسم الخليط لنصين كرمال نحط الملونات. قسم بدنا نحط له ملون اللون الاصفر، وقسم بدنا نحط له ملون اللون الاحمر الفاتح. اي نوع ملون طعام بيشتغل، ان كان سائل وان كان بودرة بصير. بدنا نساوي ليالي الشام اليوم يكون شي فاخر على الاخر. شايفين حبايبي نوع الصبغة؟ هذا النوع موجود بالميجرو بقسم مستلزمات الحلويات. ما شاء الله ما شاء الله، هذا اللون المطلوب. هلا بدنا نحط الصبغة الحمراء. هاي الصبغة انا جايبها من السعودية، بتستخدم للمندي كمان. شغلتنا سهلة وسريعة، يعني كتير كتير ظريفة الوصفة ومو معقدة، لازم تجربوها. هذا اللون المطلوب. ما شاء الله. هلأ عندي صينية وحدة، بدي احط الخليط الأصفر على الجنب اليمين والخليط الأحمر على الجنب اليسار. حطيت قصدير بالنص، وفيكن انتو تساووها بصينيتين. إذا حبيتوا القطعة تكون أصغر وأرق فيكن تساوون بصينيتين، أنا بدي ساويهم بصينية وحدة. أهم شي نفردها تكون متساوية، لأنه بدنا نطبق بالنهاية القطعتين فوق بعض، ما لازم تكون قرنة عالية وقرنة واطية. بهاي الفترة أنا حميت الفرن على درجة حرارة 170، حميته من فوق ومن تحت. بس حط الصينية بطفيه من فوق وبشغله بس من تحت. تاخد معنا الصينية تقريبا مدة نص ساعة. أول 25 دقيقة منشغل الفرن بس من تحت، وآخر 5 دقايق منشغله من فوق. وهلأ بعد نص ساعة شوفوا النتيجة. ما شاء الله الروايح بتاخد العقل، واللون ولا أروع من هيك. هلأ أنا عندي حبايبي مربى الفريز، بدي ادهنها بمربى الفريز. انتو دهنوها المربى النوع اللي بتحبوه، يعني حسب الرغبة. بدي ادهنها بهي الطريقة كلها، ومن بعدها بدي احط الطبقة الثانية فوقها. بدي احط ورقة زبدة، ومن بعدها بدي احط الصينية واحط شي تقيل عليها. حطيت وزن 5 كيلو. هلا بدنا نجهز صوص الشوكولا. عندي هون شوكولا خام، نسيخ الشوكولا بالحمام المائي. هلا بعد ما حطيت الشوكولا معبي طنجرة المي، بدي احط الشوكولا فوقهم، بدي اضيف شوية زيت نباتي مشان ما يكون القوام عنا كتير سميك. وبس جربتوا الوصفة ابعتولي صورة بالتعليقات لنشوف النتيجة كيف طلعت معكم. هلأ بدي قص الداير بهي الطريقة ليكون سوية وحدة. عن جد الألوان ولا أجمل من هيك ما شاء الله. من بعد إذنكم يا أكابر تعملولي مشاركة للمقطع وتتابعوني فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، انستغرام، حساباتي فوق بالبايو. هلأ حبايبي بدي أقطعها بهي الطريقة، انتو تقطعوها القياس اللي بدكن اياه. انا ما بدي اقطع القطعة كتير تكون صغيرة، بدي اياها تكون وسط، لا كبيرة ولا صغيرة. يعني قطعت القطعة انا تقريبا بدكن تقولوا سماكة 2 سنتي، وفيكن تسوى 1 سنتي. هلا بعد ما قطعت الكمية كلها بدي اقلبهم بهي الطريقة. هلا بدنا نرجع ندهنهم بالفريز مشان نطبقهم فوق بعض ويكون الالوان عكس بعض. واكتبوا لي بالتعليقات من اي بلد عم تتابعوني يا حبايب. هلا بدي دهنهم مربى الفريز، شغلة ما في اسهل من هيك. وفيكن حبايبي كمان تلفوهم بالقصدير وتحطوهم بالفريزر، وبأي وقت بيجيكن ضيف فورا بتطالعوا وبتقطعوا. هلأ مثل ما قلت لكم بدي طبقهم فوق بعض، الأحمر على الأصفر والأصفر على الأحمر. هلأ صفي عنا آخر مرحلة، بنلكم بالشوكولا بهي الطريقة ونحطهم على الشبكة لحتى يصفوا. ساويت لكم أطيب وصفة حلو من غير تعقيدات وبكل سهولة. ما شاء الله ما شاء الله.
عن جد مبين شي فاخر على الآخر، والطعم طلع شي ناهي على الآخر، مع فنجان قهوة ولا أطيب من هيك. هلأ بس خلصت الكمية كلها، استنيتن حتى يبردوا، بدي أقطع وحدة قدامكم وفرجيكم على هالمنظر. ما شاء الله ولا أروع من هيك، يعني المنظر لحاله بيحكي ما شاء الله. تقريبا من 4 كاسات طحين ساوينا 1.5 كيلو من ليالي الشام، والطعم طلع عن جد شي ناهي على الآخر، والألوان بتاخد العقل ما شاء الله. وخصوصي الصبح مثل ما قلت لكم مع فنجان قهوة ولا أطيب من هيك. أهم شي حبايبي تعملوا لي مشاركة للمقطع فضلا وليس أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الطعم ولا أروع من هيك. ما تنسوني من دعمكم يا أكابر. يلا باي باي.